قد اللون عشان يبقى اللون في الدم شاهق. كل ما يكون البياض واضح والحمار واضح كده قيمه العصفور زادت. تمام. هي ليه بتلف العش؟ عشان كونت عنقود البيض، بدليل انت لو كسرت البيضه هتلاقي الصفار لونه احمر مش اصفر. تغيير الريش ده 90% على المربي، هو اللي بيتحكم فيه. العصفور طول ما هو مع النتايه بتاعته شغالين مش هيقلش، مش هيغير ريش. اول ما بتفصلهم عن بعض وتقلل الاضاءه هو هيحس ان موسم التزاوج خلص، هيدخل في الموسم اللي بعديه اللي هو تغيير الريش. يبقى انا قبل ما افصل او اقلل الاضاءه باربع خمس ايام قد اللون عشان يبقى اللون في الدم. هي الريشه وقعت ليه؟ عشان في واحده ثانيه بتتكون طلعت، انا عايز الريشه دي بتتكون من اولها تاخد اللون. ده بالنسبه للعصافير الكبيره. بالنسبه للفروخ الانتاج الزغاليل يعني بلون الريت فاكتور، ببتدي اديله قبل التزاوج ب 10 ايام او اول ما النتايه تبدا تجهز تلف العش. تمام. هي ليه بتلف العش؟ عشان كونت عنقود البيض، انا عايز اللون ينزل مع المكونات، بدليل انت لو كسرت البيضه هتلاقي الصفار لونه احمر مش اصفر. كده وفرت على نفسك فرصه كبيره قوي في التلوين. وبعد كده لما ترقد هوقف اللون خالص مش محتاج انا الون البيض، خلاص كده اللون نزل في البيضه. هبتدي ادي لون تاني من يوم ال 13 او ال 14 اللي هو قبل الفأس بيوم. اكتر حاجه تهمني ان العصفور اول حاجه ياخدها الكلر فود، لازم ياخد اول حاجه الكلر فود، وبفضل ماشي معاه لمده 4 شهور او 5 شهور لحد لما يخلص اول تغيير ريش. بعد كده بتعامل معاه زيه زي العصفور الكبير، كل سنه ببتدي الونه في موسم تغيير الريش. بالنسبه للموزايك، طبعا الموزايك عنده مواصفات ثانيه غير الريت فاكتور، لازم الديل ابيض والجناحات بيضاء وفي مناطق معينه في جسمه ابيض. فاحنا قبل التزاوج ب 10 ايام هنمنع اي ملونات على الموزايك خالص، ولا حتى صفار البيض، حتى البروتين هيبقى بياض بس، او في باتيه مخصوص للموزايك، باتيه ابيض ده قليل، عشان كده احنا بنستبدله ببياض البيض. هنمنع الجرجير والجزر واي حاجه ملونه ممكن تاثر على لون العصفور. انا يهمني العصفور يبقى البياض واضح شاهق. كل ما يكون البياض واضح والحمار واضح كده قيمه العصفور زادت. واخاف ان العصفور ياخد اي لون تطلع في جناحه وفي ديله، ده كده تعيب العصفور. انا عايز الابيض ابيض والاحمر احمر. كده احنا منعنا اي تلوين قبل التزاوج ب 10 ايام او 20 يوم. نفضل ماشيين لحد ما العصافير تفقس، نمشي على نفس الوضع كده. هنبدا ندي امتى لون؟ لما الزغاليل ريش الديل يكمل على الاخر وريش الجناح، ده بيبقى خلال 40 او 45 يوم حسب صحه العصفور او الاكل اللي انت بتقدمه. بعد ال 45 يوم ببتدي ارجع الون طبيعي عادي زي اي عصفور، لحد لما يوصل العصفور للمستوى اللي انا عايزه، تقسيمه اللون مفيش فراغات في اللون، لحد لما يوصل للمستوى اللي انا محتاجه من العصفور يعني. بس دي حبيت اقول لكم حاجه بسيطه عن التلوين، ان شاء الله اكون عرفت افيدكم باذن الله. شكرا.